اهلا وسهلا فيكم بالحلقه 34 من بصراحه عايشه. اليوم موضوعنا عن كيف اللبناني بيسوق. مثل ما معروف وبنفتخر نحن بنعرف نسوق وبنضل نقول عنا شوفيريه اذا نزلوا فورمولا 1 بيغلبونا مايكل شوماخر، الله يقومه بالسلامه. لدرجه بنقول عن واحد بيعرف يسوق شوماخر هو بيحس حاله بطل العالم، تفقيت الكوسه، شكل الدمار، بالاخص اذا كان معه بي ام، وبيعرف يشفط دي كي. وبنتباهى قدام الاجانب، تعا سوق بلبنان، تعا شوف السيارات عنا، منحسسوا بلدنا فاست اند فيوريوس طوكيو دريفت. بيطجك سؤال تاني، طب وكيف بتطلعوا دفاتر سواقه؟ في امتحان؟ انت هون بتبتسم، امتحان يا حبيبي. نحن بنخلق بنعرف نسوق، بابا جاب لي دفتر السواقه بالواسطه على عيد ميلادي وخلصت. منبلش باول مرحله اللي هي شريت السياره. طموح كل شاب لبناني يشتري افخم سياره، فبيطج قرض مدري بقد ايه، قصدي البابي هو اللي بيطج القرض، بس كرمال يفرجي حاله قدام الناس بحب يزوزي او يوزوز السياره. بالاول لازم يبلش بتركيب الصوت، بيسفو ساوند سيستم وبيس لحتى يسمع العالم كلها انه هو مارق بالشارع. هيدي نوع من انواع تلطيش البنات ولفت للنظر ومش حبا بالموسيقى. تاني شي بتطلع بالسياره بتقول ناقصها شي، جنوطه. بتفك القديم وبتركب جنوطه عشرينات ويسترجي حدا يقول لك جنوطك صغار. بيركب المشكل وبينسم بدنك. المرحله الثالثه بحال كان معك بام 318 انك تشيل اللوجو وتركب محله ام 3، واذا كنت مصاحب بتفقع احرف اسمك واسمها. بيب هيدي العربيه الي والك. بتصير خبير بكل السيارات. هيدي السياره بتجي V6 with a manual transition، تعمل 100 كيلومترز بالتنكة، كيلومترز توربو انكلودد، الكتريك ميررز، والاجنيشن فيها كتير عالي. بلا ما احكيكم عن التورك. رابع شي بتصفق ستيكر بالنيك نيم تبعك على ازاز الادماني، مثل لافر جاي، ساد مان، او ذا كيلر مع نوع الدم. وهلا صاروا يحطوا فئة دمهم على السيارة، او بتكون عامل برنت للوجو الجيش وحاطه على الازاز. وبالمونديال شفنا مين بيركب اكبر علم على الطبونيه. سمعها كثير هالكلمه طبونيه. واكيد ما بتوجع راسي بنمر السياره المميزه والنافره والمرمزه. المرحله الاخيره هي الفيمي، يلي بدل انك شخص مهم. الاسطوره بتقول انه ما فيك تركب فيمي على الازاز الادماني، بس ورا مش مشكله اذا كانت السياره بيبان، واذا وقفك حاجز يا بتطلع له الرخصه لانك انسان مدعوم، يا بتطلع له بحجه ما كنت بعرف، يا بمرقك وبتقطع على خير، يا بدك تنزل مثل الشاطر تفكن وتجروح ازازك. واذا كان معك البيبي فهونيك المسخره. مش رح احكي عن زمور الخطر، هيدي صارت موضه قديمه. هيك بتكون كملت كل مراحل العياشان وبصير فيك تسوق السياره وتشتغل تاكسي عند رفقاتك. وسبحان الله يلي ما كان يتذكرك بصير البي اف اف تبعك. طبعا نحن دائما بنلوم الدوله على الطرقات والبنى التحتيه، اذا نقطت شوي بصير في فيضانات والانفاق بتتسكر لانه ما في تصريف مثل ما لازم. جوهر وين ما كان مطبات كيف ما كان، وبس تمرق السياره على الميكانيك بيطلعوا لك 500 علة فيها رايحين البيضات. القمصورات بدهم غيار، امورتيسور. هو في قانون سير بس نحن ما بنتأيد فيه لانه بنظرنا هذا القانون فش. يعني الاشارات يعتبروا منظر. بيمرق الموتو قدام الكل، بيطلع يمين شمال وبيمرق. إذا اجت سيارة وخبطته ومات بيقولوا قضاء وقدر، وطبعا ما بيكون في أي حماية على جسمه بأي شكل من الأشكال. على كل إشارة لازم لنا شرطي حتى ينظم المرور، لأنه من دونه بتركب الفوضى. بس الضوء أخضر معك تكتين لتمشي، ولا بتاكل 45,000 مسبة و25,000 زمور. بتطلع وراك وبتلاقي اللي عم يزمر لك شوفير تاكسي. العجقة على الطريق سببها قلة مواصلات الدولة، تجبر العالم لشراء السيارات. يعني عائلة مؤلفة من 4 أشخاص بيكون عندهم 4 سيارات. كثرة شوفيرية التاكسي أو السيرفيس والفانات وانعدام المواقف بيجبرون يوقفوا بنص الشارع كرمال يطلعوا راكب، وهيك بيعملوا عجقة. شو فيها إذا بكل منطقة عملوا موقف للتاكسي أو للفانات وبيمشوا بالدور، وهيك الكل بيكون مستفيد. الزقزق على الأوتوسترادات ما فينا نمشي جالس، بنضلنا رايحين يمين شمال. جسر المشاة منظر بيعملوه على الفاضي وبتعرفوا بكلف ملايين. منقرر نركض ونقطع بنص الشارع لنحط حياتنا بالخطر، وكرمال قلة المروة مش قادرين نطلع على الدرج. لازم الدولة تحط درج على الكهرباء كرمال تلبي رغبات المواطنين. نسيت انه ما في كهرباء. لازم كمان يعرفوا الناس اللي عم تسوق انه الاولويه للمشاة، يعني مش ضروري اذا واحد ماري تقرطه 200 مسبه ويلا كل هالمشاكل سببها انعدام جديه تعليم الشباب قانون السير. بالدول الاوروبيه او حتى بغير دول عربيه من الصعب انه الواحد ياخذ دفتر سواقه ويعتبر شهاده. يعني بيعملوا ساعات لدراسة القانون وإشارات السير، بيرجعوا بيتعلموا على سيارات مخصصة ولازم ياخدوا علامة عالية. فنوعا ما الحق على الدولة، أو مثل ما بندعي الحق على النسوان ما بيعرفوا يسوقوا.
كل ما عم نتقدم بالزمن كل ما بلدنا عم يرجع لورا. ورا جاي معنا لمملكنا مز مدد نعملك. بالثمانينات كان عنا ترين، ترامواي، مواقف للباصات للتاكسي. حاليا بطل عنا شيء، والسبب مين؟ بحب اعرف رايكم بهالموضوع بشي كومنت. وهيدي هي كانت حلقه اليوم من بصراحه عايشه. اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك والشير، كثير مهم كرمال تربحوا تنكة بيبسي، واكيد كرمال الفيوز وكرمال تدعموني، واكيد الفولو على انستغرام. وانا هلا بقول لكم باي.